اوعى تستخدم الكرياتين علشان هيعمل لك فشل كلوي. اهم الاسئله الخطيره اللي جات لي عن الكرياتين هجاوبها في الفيديو ده. اول حاجه، هل الكرياتين ليه اضرار على الكلى؟ الكرياتين هيضر الكلى عندك لو انت بالفعل عندك مشكله صحيه فيها، وفي الوقت ده صديقي بنصحك تستشير الدكتور بتاعك. لكن لو انت ما عندكش مشكله صحيه في الكلى فاستخدامه امن مليون في المية. طيب سؤال تاني، هل الكرياتين امن للاستخدام وينفع واحد عنده 30 او 40 سنه يستخدمه؟ الكرياتين يا صديقي اكتر سبلمنت اتعمل عليه دراسات وابحاث واللي اكدت ان استخدامه مفيد لاي حد سواء بتلعب رياضه او ما بتلعبش رياضه. طيب سؤال ثالث، هل اخد الكرياتين قبل التمرين ولا بعد التمرين؟ اوعى تسمع لاي حد يا صديقي يقولك ان انت لازم تاخده في وقت محدد. الكرياتين بيتاخد في اي وقت، اهم حاجه الاستمراريه عليه. طيب لو بطلت الكرياتين هل عضلاتي هتخس؟ لا طبعا. طب هل الكرياتين لو اخدته وانا بخس هيفيدني؟ ايوه طبعا. طيب الكرياتين هيفيدني وانا بضخم؟ ايوه طبعا هيفيدك. الكرياتين اكتر مكمل هيفيدك واكتر مكمل هيعلي كفاءتك سواء في الشغل او في التمرين. ولو اهلك لسه رافضين استخدامك للكرياتين حاول تفرجهم على الفيديو ده وصدقني هتستفيد منه اعلى استفادة. ولو حاسس ان الفيديو ده فيه معلومة ممكن تفيد حد ابعتهوله.